سلام سلام حبيباتي الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. بما انه راهو قريب المولد النبوي الشريف، وكما نعرفوا في المولد النبوي بزاف ناس يديروا طمينه. وكاين بزاف ناس يحبوها. انا شخصيا ولادي لو كان نديرها لهم كل يوم ما يشبعوهاش، يعني يموتوا على الطمينه. اليوم جبتها لكم طريقه سهله، مقادير مضبوطه، يعني ما تطلق الزيت، ما كاين ندام زياده، ما كاين عسل زياده. مقادير مضبوطة جدا. الطمينة رائعة. يعني تاكلوها ما فيها حلاوة زيادة، ما فيها يدام زيادة. طرية، معسلة الله يبارك، ولكن العسل تاعها مضبوط ما شاء الله كما راكم تشوفوا، رائعة جدا. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الأول للأخير. ديروا لي هذيك الجنب تحت الفيديو هي الأولى، تشتركوا لي في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوليش تعليق حلو وشباب هكذا باش تحفزوني ونقدم لكم ان شاء الله مزيد من الوصفات. صلوا ونسلموا على رسول الله، ونبداو بسم الله على بركة الله. اول حاجه انا هنايا عندي عرطل نتاع سميد، يعني 500 غرام تاع سميد تاع 10 كيلو متوسط موله، تاع 5 كيلو عفوا، موله. نحيت هذاك 500 غرام، نحيت جبت كميه تاع سميد، غربلتها في الغربال هذاك الرقيق كامل، نحيت لها هذاك السميد الرقيق كامل باش ما يتحرقليش كي نكون نحمص فيه. من بعد وزنت 500 غرام درتها هنايا في المقله وبديت نحمص فيها. وهذه العملية تقدروا ديروها في الفور، ولكن انا نفضل نتاع المقله احسن واحسن. نديرو هنا في المقله ونبدا نحرك فيه هكذا بالتدريج حتى يعني يصفر ولا يوصل للون اللي نحبه. درجة تاع اللون تاع السميد انتم اللي تتحكموا فيها، تحبوا تخلوه يعني بلون فاتح، تحبوا ديروه بلون ذهبي، تحبوا ديروه بلون بني، يعني انتم تتحكموا في الدرجة نتاع اللون نتاع السميد نتاعكم، ولا في الدرجة تاع الغمقان نتاع الطمينة نتاعكم. انا هنايا نحرك مليح كما راكم تشوفوا، وما نحبسش تحرك، ولازم يكون المقله الاطراف ولا الدور نتاعها تكون عاليه من الفوق، يعني يكون الجوانب تاعها عاليين هكذا باش ما يفيض لكمش، ولا كي تكونوا تحركوا ما يطير لكمش السميد من المقله. ندير ونحرك هكذا حتى نوصل للون اللي حبيته. انا حبيتها لون ذهبي هكذا باش تجيني الطمينه نتاعي شابه واللون تاعها ذهبي. نحمص هذاك السميد، نحيه بجيه ونخليه يبرد. انا هذه العمليه درتها يومين من قبل. نهار عولت ندير طمينه ولا نخلط الطمينه نتاعي، جبت الطاسه هنا تاع الميكسور، شوفوا النحله على العسل راهي تدور. جبت الطاسه تاع الميكسور ودرت فيه العسل. اول حاجه درت هنا 2 كيلات نتاع العسل. العسل هذا انا شريته، ولكن تحبوا تخدموه في الدار انا نخلي لكم ان شاء الله الفيديو في صندوق الوصف تاع العسل المنزلي. درت كيلة تاع الزبدة هنايا ذقبتها راهي دافية، ودرت معاهم باتاغون تاع الزهر ولا عطر الزهر. ودرت كذلك هنا اللي يحب يدير حلوى الترك ولا الشامية، واللي يحب يدير جلجلان مطحون. انا درت جلجلان مطحون نفس الذوق. وما تنساوش البنات الرشان تاع الملح، درت ملعقتين تاع الجلجلان المطحون محمص ومطحون مليح. ودرت كذلك رشه تاع الملح، الرشه تاع الملح تفرق بزاف في البنه نتاع الطمينه، تقولوا بالك ما فيها والو، بصح راح تعطيلها بزاف بنه شابه. ميكسيت مليح هذاك العسل مع المارغرين، ومن بعد نديتهم لفوق النار وخليتهم يسخنوا. وجبت هنا هذه الطمينه كما قلت لكم، ولا هذا السميد اللي كنت حمصته يومين من قبل راهو بارد. هنايا نكيل سميد نتاعي، شوفوا كيفاش راهو اللون نتاعو ما شاء الله، لون موحد رائع جدا محمص ما شاء الله. حطيت 3 كيلات نتاع السميد المحمص هذا، حطيته في الصحن. من بعد جبت هذيك العسل والمارغرين اللي كنت سخنتهم مليح لدرجة الغليان، يعني ما خليش يغلي ولكن لدرجة الغليان. هنايا فرغته كامل في السميد كما راكم تشوفوا، مقادير مضبوطة ما تجي لا زايدة لا ناقصة، مقادير مضبوطة. خلطت مليح. كاين اللي يديروا يعني نفس الكيلة، يعني يديروا قد ما يديروا الزبدة قد ما يديروا العسل. بهذه الطريقة راح تجي بزاف تقهم ما تجيش بنينة. كي ديروا كيلتين عسل وكيلة مارغرين راح تجيكم يعني قيس قيس وتجي بنينة. فرغت هنايا في الصحن كما راكم تشوفوا، تبدا تشرب غير تمتم يشرب لي هذاك السميد. نضغط عليها بالملعقة كي نحطها في الصحن تاع التقديم. تحبوا تحطوها في صحون
يعني بلاستيكية ولا خاصة بالطمينة، يعني إلا كانت عندكم مناسبة. أنا هنا درتها للدار، كانوا عندي ضياف، حطيتها لهم في صحن كبير، سويتها مليح، هزيت هكذا، حركت الصحن نتاعي، تساوت لي هذيك الطمينة. من بعد جبت هذا الليمون نتاع الصابلي، عندي من هذا الصغير كامل حتى للكبير. هنا راح ندير دائرة في الوسط، نحط هذيك المول في الطمينة، يرفد لي شوية تاع العسل، من بعد نحطه في القرفة ونعاود العملية. إلا حبيت الدائرة تكون يعني غامقة، نعاود العملية 3 مرات ولا في نفس المكان. من بعد هنا جبت هذاك الكبير كامل ودرت نفس العملية، درته في الطمينة، رفد لي العسل، ومن بعد عاودتلو 2 مرات ولا باش تغمق الدائرة. من بعد جبت هنا هذا السيرسو تاع الحديد، هنايا جبته كذلك وحطيت، درت دائرة أكبر كما راكم تشوفوا. كل ما نحب نكبر الدائرة ندير أكبر منها. هنا لقيت قدامي هذا الغطاء نتاع الطنجرة، درت به الدائرة الأخيرة كذلك. هنا رفت لي شوية تاع القرفة بزاف في الطرف، ولكن معليش. هنايا زينت بحبيبات نتاع اللوز في هذيك الدائرة الثانية. والدائرة الأخيرة هذه كما راكم تشوفوا راني نموت على التزيين نتاع الطمينة. راني ندير لها في هذيك واش يقولوا لها بذور اليقطين. بذور اليقطين اللون تاعها اخضر، تعطيني بزاف لون شباب. كملت بذور اليقطين في الدور الاخير. من بعد هذيك الحلوى ولا هذوك القلوب الملونه، ما شاء الله ثاني، درت في كل دائره لونت، ودرت هذوك الحبيبات الفضيه كتزيين كذلك. خرج التزيين رائع جدا ما شاء الله، والتزيين يبقى اختياري، يعني الصح كامل في الذوق نتاع الطمينة. كي تجي ماشي معسلة بزاف تقهم بالعسل ولا تقهم باليدام، يعني هذاك هو يعني الهدف ولا هذاك هو المغزى تاع الطمينة. أما التزيين يبقى اختياري، صح راح يعطيها شكل شباب، صح يبقى اختياري وقدر المستطاع، يعني باش قدرتي ان شاء الله غير بالقرفة برك وحلوة الترك، ولا ما كاش حلوة الترك شوية، المهم تجي بنينة. هذه هي البنات الطمينة. شوفوا كي نرفدها ما فيهاش العسل خارج في الطبسي ولا ليدام يلعب من الفوق، يعني مقادير مضبوطة وطريقة رائعة جدا. يعني هذه طريقتي من زمان من زمان نديرها، يعني ما نبدلهاش كامل هذه الطريقة. هذه هي البنات، هنا دقتها معاكم، خرجت تشهي والله بنينة. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة. اللي جربت أي وصفة ترجع لي للتعليقات وتقول لي كيفاش جاتها، واللي ما دارتليش الجام وما اشتركتش وما علقتش نقول لك اشتركي وعلقي وديري لي هذيك الجام. شكرا لكم جميعا، نلتقي إن شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. مع السلامة حبيباتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.